Hello everyone. النهارده هنبدأ ننزل منهج Grade 2 اوكي، منهج Connect. وقبل اي حاجه انا حابه بس انوه ان كل بيرنت يهتم بالمنهج مش كمنهج ان الطفل لازم يحفظه ويحله في اخر الترم ويبقى شكرا على كده. لا، انا احاول انه اخد الحاجات اللي في المنهج دي واخلي الطفل يعمل لها براكتس كاز لانجوج. الحاجات اللي بتبقى زي شورت ستوري او بتبقى محادثه صغيره كده جوه الليسون لازم نخلي الطفل يتعود ان هو يعمل لها ريدنج باي هيم سيلف بنفسه. ليه؟ ممكن حد يقول لي هو مش هيجيله في الامتحان انه يقرا، بس لازم الطفل يكتسب مهارات في الانجليش. نحاول ان هو يحاول يكتسب المهارات دي من خلال دراسه المنهج على مدار الترم، مش ان انا بس بقول له احفظ الكلمات وسمع الكلمات وحل الاسئله ويبقى كده شكرا. كده انا مش هوصل بابني كمستوى هاي ليفل في الانجليش. انا عاوزه انه يكون شاطر في اللغه كلغه از لانجوج، مش ان هو يجيب الفول مارك از في اخر الترم ويبقى الموضوع انتهى. طيب الموضوع عباره عن ايه هي مهارات اللانجوج الاربعه: listening, speaking, writing and reading. listening الاستماع، speaking التحدث، reading القراءه and writing الكتابه. الكتابه بتكمن في ان انا اعوده يكتب باراجراف. قلنا قبل كده من اول جريد 1 وانا ابني يقدر يكتب simple paragraph، ان هو يعمل introducing to himself، ان هو يعمل describing for an animal or something like this. اوكي، طب انا دلوقتي ابني طالع على جريد 2، المفروض ان انا هشد حيلي اكتر معاه في مهارات اللانجوج الاربعه. هنبدا اول ليسون في اليونت بتاعتنا اسمها meet my family. meet my family. my family طبعا معروفه ان هي العيله بتاعتي. meet my family انا بقابل الفاميلي بتاعتي. اليونت دي اول حاجه بيتكلم عنها هي الجريتنجز، التحيات. طيب انا لما بشوف حد سواء هو في الفاميلي بتاعتي او بره الفاميلي لازم يكون عندي تحيه بقولها له. فلو انا قابلت شخص في الصبح بقول له good morning good morning وبيكون الرد عليها good morning. فانا دلوقتي المفروض اعمل مع ابني او بنتي براكتس في البيت. لما نصحى الصبح good morning فهي تقول لي good morning. اوكي، تاني حاجه لو قابلت شخص بعد الظهر اوكي فبقول له good afternoon good afternoon والمفروض ردها برضو good afternoon good afternoon. فلما ابني او بنتي يرجع من المدرسه اقول له good afternoon فيقول لي good afternoon. اوكي، طيب قبل ما ينام بالليل لازم اقول له good evening good evening وهو برضو هيرد عليا ويقول لي good evening. فانا كده عندي 3 حاجات اخدتهم في الليسون ده، انه التحيات بتاعه الصبح وبعد الظهر وبالليل good morning good afternoon and good evening. اوكي، طيب بعد كده هيبدا يقدم لي الفاميلي بتاعتي introduce my family. مفيش مانع ابدا ان انا فاهم الطفل يعني ايه كلمه introduce. حد ممكن يقول لي دي مش موجوده في الكتاب او مش موجوده في المنهج، اتس اوكي. لما اعرف الطفل حاجه اضافيه عن المنهج دي حاجه لذيذه جدا وبتخليه يكون متميز عن اصحابه التانيين. مش ان انا اكتفي بس كلمات الكتاب او كلمات اللي هتيجي في الامتحان، ده مش هو ده اللي هيخلي ابني متميز عن باقي زمايله. تمام، فدلوقتي I'm going to introduce my family. introduce هقدم my family. introduce my family. هنبص كلنا هنا اوكي ونشوف الفاميلي الموجوده عندي. اول حاجه عندي grandpa grandpa اللي هو جده grandpa grandpa. بعدها grandma grandma grandma. اوكي، بعد جد وتيتا الاصغر منهم mother mother mother. بعد mother father father. ولازم اعود الطفل بيطلع لسانه في التي اتش في كلمه mother father mother father. اوكي، بعد كده عندي uncle، ده نفس الليفل بتاعهم نفس سنهم. uncle اللي هو عمه او خاله بقول عليه uncle uncle. اوكي، عندي بعد كده brother brother برضو بطلع لساني في التي اتش brother brother. بعد كده sister sister sister. بعد كده عندي cousin cousin. يعني ايه كلمة cousin؟ يعني ابن خالتي او ابن عمتي بقول عليه cousin، وبرضو بنت خالتي او بنت عمتي بقول عليها cousin. طيب لو هم كتار فبقول cousins cousin and cousins cousin and cousins. طيب بعد ما انا قدمت الفاميلي بتاعتي وعرفنا مين هم الممبرز، في حاجه مهمه جدا هو بيقدمها لي في الليسون. اوكي، الحاجه دي حقيقي بتعمل لخبطه كتير جدا بين الولاد، وانا معرفش حقيقي سبب اللخبطه ايه. يعني هو الموضوع سهل ان شاء الله مش معقد. اوكي، هنشوف دلوقتي حالا ايه هي الحاجه اللي ممكن تعمل لي لخبطه. اوكي، الحاجه اللي هي this is و these are this is و these are.
طيب مبدئيا كده this is و these are هي بس مش متعلقه بالفاميلي ممبرز او بالاشخاص، لا دي متعلقه حتى بالاشياء الغير عاقله. انا بشاور على حد واحد او حاجه مفرده قريبه مني فبقول عليها this is this is. طيب لو حاجات كتير بقول عليهم these are برضو قريبين مني these are. تاني حاجه واحده this is، حاجات كتيره these are، حاجه واحده بس this is، حاجات كتيرة قريبة مني these are، لأن عندي those بعد كده، فنخلينا بنتكلم صح إن احنا نقول حاجة قريبة أو حاجة بعيدة. حاجة واحدة قريبة بقول عليها this is، حاجات كتيرة قريبة بقول عليها these are، حاجة واحدة قريبة بقول عليها this is، حاجات كتيرة قريبة بقول عليها these are. الكلام ده بالنسبة للأشياء وكمان للأشخاص. طيب ليه بقى هو جاب الموضوع ده في الليسن عندي؟ لان هو بيتكلم عن الفاميلي، تمام؟ فانا دلوقتي عايزه اقدم شخص واحد قريب مني، مثلا هقول دي اختي، فبقول this is my sister this is my sister. طيب انا عايزه اتكلم على جد وتيتا، وبالمناسبه جد وتيتا مع بعض يا ترى هيكون اسمهم ايه؟ احنا عرفنا جد لوحده grandpa، تيتا لوحدها grandma، الاثنين مع بعض اسمهم grandparents. وطبعا لانه شمل الاثنين مع بعض فكده بقوا في حاله جمع grandparents. طب انا عايزه اقول دول جد وتيتا، هقولها ازاي؟ ينفع اقول this is my grandparents؟ no، لكن عشان هما جمع فبقول these are my grandparents. طيب بالمناسبه بابا وماما مع بعض برضو ليهم اسم تاني، يعني بابا لوحده اسمه father، ماما لوحدها اسمها mother. بابا وماما مع بعض اسمهم parents، لكن جد وتيتا مع بعض اسمهم grandparents. فدلوقتي هنتكلم عن بابا وماما مع بعض parents. انا هتخيل ان بابايا ومامتي دلوقتي هقدمهم لحد، فبقول ان دول بابايا ومامتي، فمش هقول this is my father and this is my mother، لا ابسط من كده هقول these are my parents. طبعا parents جمع عشان هي شامله شخصين، زي grandparents برضو جمع لانها شامله شخصين. يبقى this is my father لان هو شخص واحد، this is my father this is my mother this is my grandma، دي تيتا بس، this is my grandma. طب انا عايزه اقول ده جد وتيتا، يبقى these are my grandparents. عاوزه اقول بابايا ومامتي مع بعض، يبقى these are my parents. اوكي؟ طيب انا دلوقتي عايزه اقدم واحد صاحبي صديقي friend، كلمه صديق يعني friend، عاوزه اقدمه لشخص تاني، يعني او مثلا هقول للحد ده صاحبي او صديقي، فبقول this is my friend. طب انا عندي جروب او 2 3 كده اصحابي، فبرضه هقدمهم لحد واقول ان دول اصحابي، طبعا هما كده بقوا جروب يعني جمع، فهقول this is my friend. لا طبعا اولا كلمه friend في صيغه الجمع هتبقى friends. طيب انا عايزه اقول دول اصحابي، فهقول these are my friends. كده احنا عرفنا الفرق بين this is و these are. طيب انا عندي نوع تاني من المشاكل، يعني المشكله الاولى ان احنا كنا نعمل differentiate مقارنه او فرق بين this is و these are، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بقى ان اوقات حد من الولاد بيكتب this are او these is، بيخلطوا بينهم، فعندي طريقه لطيفه جدا علشان اخلي الطفل ما يفهم ان this بتاخد is و these بتاخد are. يا ترى ايه الطريقه دي؟ كلمه this لوحدها فيها is فيها is، فعشان كده هي هتاخد is، يبقى is مع is هيبقى this is. طب ينفع اقول this are؟ ما ينفعش، ليه؟ لان this فيها is، يبقى هتاخد حاجه هتاخد is زيها، يبقى this is. الثانيه بقى اللي هي this هتاخد are. دي طريقه سهله وبسيطه تفهم الطفل وتعوده ان this بتاخد is للمفرد، these بتاخد are وللجمع، وكده احنا فهمنا الطفل كويس قوي الفرق بين this is و these are. وكمان دخلنا في حته ان انا قدمت شخص اذا كان هو مفرد او قدمت جروب اذا كان هو جمع. طيب الجزء الثاني عندي من الليسون بيتكلم عن describing، وصف ايه بالظبط؟ لو انا دلوقتي عايزه اتكلم عن شخص هو مثلا بيلبس نظارات دايما، انا بلبس نظاره نظر او شخص بيلبس نظاره نظر،
فهقول ازاي ده اوصفه ازاي ان هو بيرتدي. انا عايزه اقول هو يرتدي نظارات مثلا، هقولها ازاي؟ اول نقطه هتكلم عنها كلمه نظارات، يعني glasses 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 glasses. طيب هو بيرتدي النظارات طبعا مش لابسها بشكل مؤقت، يعني مش مثلا لابس النهارده وهيقلعها بكره، لا دي حاجه عاده بالنسبه له. فطالما هي عاده فانا كده هستخدم زمن البريزنت سامبل اللي هو المضارع البسيط. وفي البريزنت سامبل لو نيجي نفتكر مع بعض اليوز بتاعه استخداماته، ان هو بيتكلم عن عادات. I get up she gets up، يعني الحاجه انا متعود اعملها كل يوم. طيب فلو شخص بيرتدي عندي الجلاسز كل يوم فهقول he wears glasses he wears glasses. طيب هنيجي ملحوظه مهمه قوي، اوقات الطفل يقول لك ليه هي مفرد وتاخد wears ما احط لها اس؟ يعني الموضوع ده يعني اطفال كتير جدا بتتلخبط فيه. هي ليه هقول لها wears؟ يعني ينفع اقول ليه الطفل، هو دايما الطفل فاهم ان هي هياخد wear علشان ده مفرد، لكن لو جمع هحط له اس. الحقيقه الموضوع ده بيعمل لخبطه كتير جدا للطفل. في زمن البريزنت سامبل المضارع البسيط بحط للفيرب اس مع المفرد. يعني ايه؟ يعني لو عندي هي فبقول he wears، لكن لو عندي we جمع فبقول we wear we wear. يبقى مع الضمائر المفرد انا بحط الفيرب اس او اي اس او اي اي اس، مع ضمائر الجمع انا بحط الفعل في المصدر. ده كان التكوين او الفورمينج بتاع البريزنت سامبل تنس، وده ملحوظه مهمه جدا وبتلخبط الولاد كتير قوي بالذات في التشوز. تمام؟ فهنا عندي he wears glasses. يعني ايه he wears glasses؟ يعني هو يرتدي النظارات. he wears glasses he wears glasses هو يرتدي النظارات. طيب لو انا بقى عايزه يعني اوصف شخص لابس حاجه بس هي مؤقته زي التي شيرت او الشورتس او اي حاجه تاني بتتغير مش بيلبسها كل يوم، فمثلا عندي شخص لابس تي شيرت لونه اسود فهقول he is wearing a black shirt he is wearing a black shirt. ده كان باختصار lesson 1 في unit 1 connected to منهج سنة تانية. استنوني كل حلقة هنزل لكم يونت جديدة ولسن جديد من منهج grade 2. وما تنسوش بليز شيروا لينك القناة علشان يفيد كل أصحابنا، وحتى الماميز هتستفادوا كتير جدا، هيبقوا فاهمين اليونت بتتكلم عن ايه علشان يعرفوا يواصلوا ويذاكروا مع الولاد. Thank you. Goodbye.